بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة حلوة. بس قبل ما نبتدي الوصفة حلوة يعني مسكرة يعني قبل ما نبتدي الوصفة بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن كان رزق في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان في السماء فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه، ليا وليك ولأولادنا ولأحبابنا وكل من له الحق علينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل الرز بلبن طريقتي. هنجيب ربع كوباية رز، طبعا انت عايزة تكتر أي حاجة كتر. ربع كوباية رز، 3 معالق نشا، فانيليا، وكمان معلقتين أو 3 معالق نشا، وكيلو حليب. ده طبعا مش كيلو، لسه هحط تاني بس أنا بوريكم. دلوقتي أنا هاخد الرز واغسله واحطه على البوتاجاز مع مية واسلقه. اهو انا بقى جبت الحله وحطيت فيها ميه لحد ما غليت شويه ميه كده في حدود كوبايتين على ربع كوبايه رز، كوبايتين علشان انا عايزاه الميه تبقى كتير. وهسيبه لحد ما يتسلق خالص، يعني يتسلق لحد ما تتشرب الميه بتاعته ويبقى طري خالص، اكتر من الرز طبعا العادي اللي احنا بنعمله. على بقى الرز بقى يتسلق، جبت معلقتين كبار من النشا وعلق وعليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه. انا عايزاكم بقى النشا يا جماعه، ما لما تيجي تحطوه على الحليب ما يكونش تكتروا النشا او ما تكتروش النشا قوي. ليه؟ عشان مش عايزين الرز بلبن يبقى تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط عليهم 3/4 كوبايه حليب واقلب بقى كله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الكريم شانتيه والنشا اتضربوا، يعني قلبتهم كويس قوي قوي. مش عايزين اي كلاكيع طبعا فيها. لو انت ما عندكيش نشا ممكن تجيبي شويه رز بعد ما تسلقيهم، بعد ما يتسلقوا يعني بتروحي ضرباهم في الخلاط، تضربيهم بالبلندر، تضربيهم باي حاجه بشويه حليب وتحطيه هيتقل، وتحطيه مع بقيه الرز اللي مش مضروب وهتقلبيهم هيتقل، يبقى كانك حاطه نشا بالظبط. اهو كده الرز بدأ يتشرب الميه. انا مش عايزه اقلب بس عشان البخار ما يطلعش ويضايقني في الكاميرا. دلوقتي كده بدأ بقى يتشرب. انا هسيبه برضو لما يتشرب خالص وهوريكي شكله. بعد لما يتشرب لازم يتشرب خالص كده وتلاقيه استوى. لازم الرز يستوى كويس يستوي كويس جدا. كده بقى بعد ما الرز اتشرب، طبعا طول ما انت واقفه تعملي كده عشان الرز ما يلزقش. بتحكي قعر الحله عشان الرز ما يلزقش. اهو شوفوا كده بقى استوت ازاي، استوى خالص وشرب الميه كلها. نبتدي بقى ننزل بالحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى بعد ما الحليب سخن شويه ببتدي انزل بالنشا والكريم شانتيه اللي احنا مقلبينهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلب وانت بتقلبي برضو بتعملي كده، بتقلبي علشان خاطر ما يكلكعش النشا. بتنزلي الحليب النشا بايد وبتقلبي بالايد التانية عشان ما يكلكعش، وتسيبي بقى لحد ما ياخد بقى كده غلوه ونشوف هنعمل ايه تاني. انا بقى المفروض كنا حاطين الفانيليا مع الحليب بس معلش، عشان بس هحط بقى الفانيليا اهو واقلب كويس. طبعا انتوا فاكرين انا نسيت السكر، قلت دي نسيت السكر. لا طبعا انا ما نسيتش السكر، فانا هقول لكم على التركايه بقى ليه انا ما حطيتش السكر قبل النشا عشان ما يشققش. لو انت مش عايزه الرز بلبن بتاعك يشقق ولا يطلع تخين ولا كده حاجه، حطي النشا وبعدين بعد شويه كده تروح حاطه السكر. حطي السكر بالكميه اللي انت عايزاها. شوف بقى انت عايز سكر كتير بتحبيه كتير بتحبيه قليل، انت بقى حطي كميه السكر اللي انت عايزاها. السكر ده غامق اهو. وهقلب بقى كده واحضر بقى الحاجات اللي انا هحط فيها الرز بلبن. ده بقى القوام المظبوط للرز بلبن. بصوا اهو، لا تقيل قوي ولا خفيف، ده كده. اه ابتدي بقى اصبه في الاطباق او في سلاطين الزبادي. انا بحب قوي احطه في سلاطين الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى جميل كده.
بصوا بقى، بعد لما انا بحطه في السلاطين الزبادي او في او في الاطباق او في كوبايات او في اي حاجه عندكم، بسيبه لما يبرد شويه وبعدين بغطيه واحطه في التلاجة لحد ما يسقع. تعالوا بقى اما اوريكم هزوقه ازاي. احط له روج وحاجات دلوقتي بقى هنحط زبيب اهو، جوز الهند، ونسيب هند من غير جوز. ولو عايزه بقى عندك كريم كراميل حطي، ودي مكسرات، عندك عسل ابيض حطي، عندك اي حاجه اعملي. طبعا مش في كله في طبق واحد، يعني مثلا تحطي طبق فيه جوز هند، طبق فيه كريم كراميل، طبق فيه شوكولاته، اللي انت عايزاه. كده بقى الرز بتاعنا جاهز، تاكلوه تعملوه بألف هنا وشفا. طبعا طعمه بقى مش عايزه اقول لكم عشان انا مجرباه قبل كده كتير، وهيعجبكم قوي 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 قوي. وما تنسوش التريكه اللي انا قلت لكم عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الواجب اللي عليكم. اقعدوا بالعافيه. يا سلام يا سلام يا سلام. العسل الابيض بقى عليه كده، انا مش هكتر عسل ابيض علشان ايه، ميبقاش مسكر قوي. شايفين بقى، تاكلوا بقى طبق رز بلبن بألف هنا وشفا ليكوا لما تعملوه.